هو ازاي يا عم ميسو الميه بتنزل من الحنفيه سايله ودرجه الحراره 28 تحت الصفر؟ سؤال حلو جدا، وانا هحاول اديك اجابه شافيه. بص يا حبيبي، بص. اولا، آه، اجابتي ليك هتبقى بشكين. الشق الاول، المواسير اللي هي جايبه الميه من بره قبل ما تخش البيت. المواسير دي تحت الارض 2 و3 متر، فبالطبيعي ان هي دافيه. ماشي، زي بالظبط كده البحيره المجمده. هل البحيره المجمده كلها هل الميه كلها مجمده؟ لا طبعا، بيبقى الجزء اللي فوق فقط لا غير، انما تحت بيبقى فيه ميه وفيه سمك. م? ماشي بالظبط كده. تعال لي بقى لاهم نقطه بقى، جوه البيت. المواسير بقى اللي هي بتبدأ بقى تخش جوه البيت. لو ما عندكش هيت شغال، دفايات شغالة في البيت، انت في مشكلة كبيرة جدا. المواسير هتتجمد وهتنفجر، هتصرف فلوس قد كده. انا الحمد لله يعني كل اللي هصرفه هشتري الحاجة، وانا اللي هعملها. الحمد لله بعرف اعمل سباكة. انما هتتكلف جامد جدا، فخلي بالك لازم الهيت يبقى شغال. تعالى اوريكم الهيت عشان يبقى يعني ايه، ابقى ايه اديتكم الصوره كلها. بسم الله. بص يا حبيبي اهو، ده الهيت اهو. شايفين يا جماعه اهو؟ دوت مركزي، ده مركزي بقى. وعندك المواسير اهي طبعا، كل يعني طبعا في هيت هنا شغال، فعشان كده في دفع اهو. شايفين؟ ده اللي جاي من بره، والدفايات بقى بتطلع هنا بقى اهو. هتلاقي عندك فتحات في كل يعني في كل اوضه اهو. شايفين يا جماعه؟ في كل اوضه هتلاقي عندك فتحات اهو. وهنا بقى ايه، بتعلي درجه الحراره. هنا عندي هنا مثلا الهيت، وهنا عندي ايه، الكول اللي هو الاير كونديشن. بس كده. فاهم حاجه؟ الهيت عندك يبقى شغال. لو مش شغال انت في مشكلة كبيرة جدا يعني. بس كده. يا رب تكون اجابتي واضحة جدا، ووضحت لك كل حاجة يعني. وبالتوفيق ان شاء الله. بحبكم جدا جدا. هوبا ادي يا عمي، السلام عليكم.